هو في إيه يا جماعة؟ إخواتنا من سواقين التكاتك زعلانين مني ليه؟ عملنا فيديو من يومين ومن ضمن 1000 تعليق في 20 أو 30 تعليق جم كلهم هجوم، واللي يقول لك ده أكل عيش واللي يقول لك ده فاتح بيوت ناس، ما قلناش حاجة يا سيدي، فاتح بيوت ناس بس بالأصول، أنا ما قلتش إن التوك توك يتمنع، أنا قلت بتمنى إن التوك توك يتمنع خروجه للمحاور العمومية، وده أصلا حماية ليهم، يعني مثلا لما توك توك يمشي على محور المحمودية اللي سرعته 70 كيلو في الساعة وسط عربيات سريعة وعربيات كبيرة، التوك توك أصلا ولا حجمه ولا سرعته ولا قدرته يقدر يمشي وسط عربيات وطريق زي ده. فلما تمنيت ان التوك توك ما يخرجش للشوارع العموميه، ده بالاساس كان حمايه ليهم وحفاظ عليهم. احنا نسينا ان من كام اسبوع كان في حادثه على طريق المحموديه عند الحضره الجديده لما مشروع طير توك توك، ولا لما توك توك بيجري شويه بسرعه على طريق مفتوح وبيقلب. سير التوك توك على المحاور العموميه اذى ليه قبل ما يكون اذى للغير، واصلا هو ممنوع. حتى على محور المحموديه على المخارج هتلاقي في يافطه مكتوب عليها ممنوع سير التوك توك. كمان لما قلت اني بتمنى ان كل توك توك يكون فيه ستيكر ملزوق على ظهره برقم، برضه ده حمايه ليهم، لان لما يعمل مصيبه ويكون في المشاع كده ومش معروف مين اللي عملها، لكن لما يكون معروف وبشكل محدد مين التوك توك اللي عمل الحادثه دي من خلال الرقم اللي ملزوق عليه، احنا كده بنحمي بقيه التكاتك وما يتظلموش. خلينا بس نتكلم بالعقل، وزي ما حضراتكم شايفين ان كتير جدا من التعليقات اللي موجوده معترضه على التوك توك نفسه. طب ما نسال نفسنا هو ده ليه؟ ونقف وقفه كده ونحاول نحسن من صورتنا قدام الناس. وانا لما اكسر على حد ولا احاول اعدي ولا اخبط حد، ولا بعض الناس اللي بتتخانق سواء بقى اختلفوا على اجره او غيره، او حتى الاجره العاليه في مشوار قصير، طب ما تيجي نراجع نفسنا، مش يمكن العيب فينا؟ مش يمكن لو السلوكيات دي اتعدلت المجتمع يقبلني؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بتمنى ان التوك توك ما يخرجش على الشوارع والمحاور العموميه والرئيسيه، وده لسببين مهمين جدا، لان في البدايه حمايه ليه لانه ملهوش القدره انه يمشي وسط العربيات الكبيره وبالسرعه العاليه دي، وكمان علشان ما يتسببش في اي كارثه. الحاجة التانية وجود أرقام على ظهر التوك توك من خلالها يتعرف التوك توك ده مين صاحبه ومن أنهي منطقة، برضو دي فيها حاجتين، إن اللي هيتسبب في مشكلة بس هو اللي هيتجاب. الحاجة التانية مش عايز أقول إن هيكون في جزء من الشرعية لوجود المواصلة دي، لكن على الأقل اللي هيكون سايق توك توك وقتها هيكون شغال براحته على الأقل في المنطقة اللي هو متسجل فيها، وياكل عيش يا سيدي ويفتح بيت يا سيدي، لكن بالأصول الموضوع كله محتاج إننا كلنا نراجع نفسنا، واللي في إيديه خطوة يا ريت يعملها، وإن الرزق مش بالجري ولا بالسباق، الرزق على الخلاق، تقدر تاكل عيش من غير ما تأذي حد. إيه رأيكم بقى في الكلمتين دول؟ تابعونا علشان تعرفوا كل جديد. أخوكم مراد محمود.